وانت قاعد في الشغل جوعت فاكلت ساندوتش وانت لسه ماسك الماوس بايدك التانية وحاسس ان المكان نظيف وانت بتنضفه بايدك من وقت للتاني، بس دكتور تشارلز جيربا من جامعة اريزونا اللي بيلقبوه خبير الجراثيم لقى ان مكتب الموظف العادي فيه اكتر من 10 مليون بكتيريا، واكتر نقطة مش نظيفة على المكتب هي التليفون، فيها 25 الف ميكروب على البوصة المربعة، وبعده سطح المكتب نفسه ب 21 الف، وبعده الكيبورد بحوالي 3300. ورقم غريب فعلا، لما اختبروا 12 سطح مختلف في المكاتب، مقعد الحمام كان اقلهم كلهم في نسبه البكتيريا، يعني الحمام انضف من مكتبك. تخيل في 4 حاجات في علاقتك اليوميه بمكتبك وشنطتك محتاجه تتصلح، هنمشي عليهم واحده واحده، والسبب مش ان حد بيلمس مكتبك غيرك، بالعكس تماما، المكتب ده مكانك انت وبس، وده بالظبط المشكله. المصدر الاكبر للبكتيريا على اي مكتب هو الانسان نفسه اللي بيقعد عليه، مش الزوار ولا الزملاء. وكل مره تاكل قدام الكيبورد الفتافيت والبقايا بتنزل بين زراير الكيبورد، وهي المكان اللي بيبقى صعب جدا تنظفها، فبتتراكم فيها البكتيريا مع الوقت. والدراسه اللي عملتها شركه كلوروك لقت على المكتب العادي مستويات عاليه جدا من البكتيريا، وكمان اثار برازيه بنسبه اعلى من الحمامات بكتير. والحل انك تمسح بمناديل معقمه، ده بيقلل البكتيريا بنسبه 99% خلال 48 ساعه، يعني مسحه واحده اسبوعيا للكيبورد والماوس والمكتب، وحاول ما تاكلش فوقهم على طول، ولو ينفع اقعد كام دقيقه بره المكتب وقت الاكل. الحاجه دي هتغير عاده انت بتعملها من غير ما تحس. بتحط الشنطه على الارض، في المترو، في الحمام، تحت المكتب، في اي حته. دكتور جربة اختبر شنط شغل حقيقيه ولقى فيها بكتيريا برازيه زي اللي بتتلاقى على ارضيه الحمام، وبكتيريا تانية بتسبب التهابات جلديه، وبيقول ان حوالي تلت الشنط فيها بكتيريا برازيه بشكل عام، مش بس اللي بتتحط في الحمام. والنقطه اللي هتصدمك، ايد الشنطه هو اكتر نقطه متلوثه في الشنطه، مش القاع بس، يعني ايدك بتلمس البكتيريا دي كل مره بتمسك فيها الشنطه. والحل انك تستخدم الخطاف اللي في الحمامات ده، عارفه، تحط عليه الشنطه بدل ما تسيبها على الارض، وسيب الشنطه عند باب البيت، مش لازم تدخلها اوضه نومك ولا السرير ولا تحطها على الترابيزه. ومسحها بمنديل معقم من وقت للتاني، خصوصا الايد بتاعتها. دلوقتي هفاجئك بحاجه عكس المتوقع، الكل بيقول اغسل الكوبايه كل يوم، بس الموضوع اعقد من كده شويه. لو الكوبايه دي بتستخدمها انت بس، فالبكتيريا اللي فيها في الغالب جايه من جسمك انت، ومن الصعب جدا ان هي تخليك تعدي نفسك بنفس الجراثيم بتاعتك لو انت مش عيان، يعني كوبايه شخصيه بس، ما تغسلهاش كل يوم، مش بالضروره ده خطر كبير. في تفصيله غريبه، دراسه لقت ان نسبه البكتيريا المعويه اللي على الكوبايه زادت من 20% ل 100% بعد ما اتمسحت بالفوطه او السفنجه اللي في مطبخ الشغل، مش قبل المسح، بعده، لان السفنجه بتاعت مطبخ الشغل ممكن تكون من اعلى نقط بكتيريا في المكتب كله. والحل ايه؟ انك تغسل كوبايتك بميه وصابون تحت الحنفيه بايدك انت، وابعد تماما عن السفنجه وعن الفوطه بتاعت مطبخ الشغل اللي في الشركه دي اخطر حاجه في المطبخ ده. لو لاحظت النقط المشتركه في الثلاثه دول، الاكل والشرب واللمس المتكرر من غير غسل ايد بينهم. احنا بنغسل ايدينا قبل الاكل في البيت غالبا، لكن في الشغل بين اننا بنبعت ايميل ونمسك التليفون ونفتح الشنطه ونمد ايدينا للساندوتش، كل ده من غير غسل ايد بينهم. والحل الابسط الاهم من كل الحاجات التانيه، اغسل ايدك او استخدم معقم قبل الاكل حتى لو محدش لمسه غيرك. لو لاحظت مفيش حاجه من الاربعه دول تقول لك ما تاكلش في الشغل او تشيل شنطتك، كلهم بيرجعوا لحاجه واحده، مكانك الخاص في الشغل للاسف هو مش نظيف لمجرد انه بتاعك انت لوحدك. ابدا بحاجه واحده النهارده، امسح الكيبورد بتاعك بمنديل معقم قبل ما تقفل الفيديو ده حتى وانت بتتفرج دلوقتي، وقول لي في الكومنتات بتاكل على مكتبك في الشغل ولا لا، ولو عايز الفيديو اللي بعده قول لي عايزه عن ايه، وستي سيف.